خليني نسولك، واش انت واحد الشخص اللي فيما وقع عليه شي مشكل في حياته، سواء طلاق، سواء جراو عليه بشي خدمه، سواء عاود العام في القرايه، تيبقى يتذمر ويبكي ويقول علاش انا وعلاش هاد المشاكل تيوقعوا ليا في حياتي وكذا وكذا، ولا الا كنتي حتى الا كنتي شخص اللي شويه متفائل في حياته الى اخره، ولكن ملي كتشوف هاد الشر اللي في العالم، كتشوف الحروب، كتشوف الزلازل، كتشوف البراكين، كتشوف الامراض، كتشوف الاوبئه، كتشوف الظلم، كتبقى تسائل تقول علاش كاين هاد الظلم هذا؟ فينا هو الله من هاد الشيء؟ علاش الله ما يتدخلش؟ علاش ما نكونوش عايشين في واحد العالم مثالي؟ يعني كما سماها افلاطون المدينه الفاضله في الفلسفه ديالو. واش ممكن فعلا اننا عشنا في واحد المدينه مثاليه اللي خاليه من المشاكل؟ واش هذا غيضمننا اننا نكونوا فرحانين وسعداء؟ لان غايه الانسان في فان كونط ولا في اخر المطاف هو انه يكون سعيد في هذه الحياه. الجواب بكل بساطه هو لا. علاش؟ الا بغيتي تعرف علاش، كمل الفيديو حتى الاخر، لان غنكشف لك فيه واحد المعلومات اللي لربما اول مره غتسمع على اليوتيوب المغربي، حيت انا قلبت عليها بزاف ما عرفتهاش. قبل ما نبدا خليني نقول لك، هذه تكون اول حلقه في الفيديو في السلسله ديال فلسفتي اللي غنحاول نناقش فيها مجموعه من المواضيع، كيفاش انا كنشوف بزاف ديال الامور في هذا العالم من المنظور ديالي والفلسفه ديالي، منها الشر، منها الخير، منها بزاف ديال الحوايج. فبالتالي ما كنتيش مابوني تابونا في لاشين، بارطاجي الفيديو. وقبل ما نبدا خصني نوه على واحد القضيه، اننا في هذا الفيديو مانيش نحاول نرد على او نبين علاش كاين الشر، يعني كرد على هذه الشبهه هذه الى اخره، ولكن غنناقشها من واحد المنظور فلسفي، يعني فلسفي رياضي محض، بعيدا عن الافكار الدينيه. واذا بغيتوا بعيدا عن الافكار الدينيه، وسواء كنتي يعني مسلم، ملحد، مسيحي، كما كانت الديانه ديالك، هذا الفيديو غينفعك بزاف في حياتك، بعيدا عن الايديولوجيا ديالك، غيعطيك واحد الراحه نفسيه. انا متاكد الا كملتي حتى الاخر بزاف ديال الحوايج غتفهم على راسك، وبزاف ديال الامور غيتغير المنظور ديالك اليوم. فكمل الفيديو حتى الاخر ويلا نبداو. وهنا باش نفهموا هذه النقطه مزيان خصنا نرجعوا بالزمان اللور، وخاصه في القرن 17 ملي جا الفيلسوف الرياضي الالماني غوتفريد لايبنيز. الفيلسوف غوتفريد لايبنيز ما كانش مجرد فيلسوف عادي، كان من اعظم الفلاسفه اللي دازوا في التاريخ، واعظم فلاسفه العصر الحديث، واللي اثروا بزاف، كان التاثير ديالهم على اوروبا كبير بزاف في مجموعه من المجالات، في الفلسفه، في الرياضيات الى اخره. هنايا فاش جا هذا الفيلسوف وحط الكتاب ديالو الشهير العادله الالهيه، اللي كيناقش فيه بواحد الطريقه موضوعيه كيفاش ان الله سبحانه وتعالى بالعلم المطلق ديالو، ويعني بالعلم المطلق ديالو حط لينا واحد ملايير الاحتمالات ديال الاكوان، بزاف ديال الاكوان، يعني وجمع هذو الاكوان كاملين وحط هذا الكون ديالنا كامثل كون اللي يمكن نعيشوا فيه، والكون المثالي اللي يمكن نعيشوا فيه واحد الحياه سعيده ومليئه بالمعنى. يمكن نشبهوا هذه بواحد المعادله رياضيه، الا كنتي كتفهم شويه الرياضيات، ان الكون ديالنا اللي تنعيشوا فيه علاش مثالي؟ لانه كيساوي الاكوان، الا جمعتي دوك الاكوان كاملين الاخرى، يعني غتجمع الاكوان كاملين الاخرى وغتاخذ الكون اللي فيه اكبر نسبه ديال الخير غتحطو، وغدير ليه التقاطع لانترسيكسيون مع الكون اللي فيه اقل نسبه ديال الشر، وهنا غيعطيك الكون ديالنا مثالي. يعني الله سبحانه وتعالى ملي خلق هذا الكون ما خلقوش باش انه يكون مثالي بزاف، بل جعل المعنى على داكشي. علاش كنقولوا لا يمكن ليكون المعنى معنى لولا وجود المعنى؟ يعني ما يمكنش تكون الصحه عندها معنى الا ما كانش المرض، ما يمكنش يكون الحياه عندها معنى الا ما كانش الموت. يعني كلها اضداد مكمله لبعض ديالها، يعني الا ما كانتش وحده ما غاديش تكون الاخرى. وهنا الفيلسوف لايبنيز عطى واحد المثال قوي بزاف صراحه ومقنع بزاف في هذا الامر، اللي هو اللوحات ديال الرسام المشهور لامبرانت. هنا قال لك انك الا شديتي شي لوحه من لوحات هذا الرسام الكبير وزوميتي على واحد البليصه صغيره اللي فيها واحد البقعه كحلانه، غتبان لك يعني، وفصلتيها على اللوحه كامله غتبان لك واحد البقعه سوداء اللي معفنه ما عندها حتى معنى. ولكن الا شتي الصوره كامله وشتي اللوحه كامله غتبان لك ان هذيك البقعه اللي ما عندها حتى معنى هي اللي كتعطي، يعني كتكامل مع اللوحه كامل باش تعطيها الجماليه ديالها والعمق ديالها والروح اللي فيها. وحتى الفلسفه الرواقيه اللي ازدهرت في اليونان واللي كان على راسها الفيلسوف ماركوس اوريليوس او الفيلسوف سينيكا، تطرقوا لهذا الموضوع بواحد الدقه كبيره، وكانوا كيامنوا بان هذا الكون محكوم بواحد القوه خارقه غيبيه اللي كتسير وفق واحد النظام معقد بزاف. يعني الاحداث اللي حدثات في الماضي او اللي كتحدث او اللي غتحدث في المستقبل منسوجه بواحد النسيج، يعني نسيج متسلسل اللي غايه في الدقه ديالو فائقه جدا، اللي انفوا غتحيد حدث بسيط فيه، يعني حدث بسيط مثلا بحال خيط من الالم الثوب كامل غينضافر وكل شيء غيمشي. هذا هو المعنى ديال الالم هو المكمل ديال الحياه، هو اللي كيعطي الحياه المعنى ديالها.
وهذه كتبرز واحد النظريه مشهوره في الفيزياء اللي كتسمى نظريه الفراشه. نظريه الفراشه شنو كتقول لك؟ كتقول لك ان رفرفه فراشه في المكسيك، يعني واحد الفراشه غير تحرك جناحها في المكسيك، ممكن بعد واحد الشهرين ولا 3 شهور غادي نتجنى اعصار مدمر في تكساس في الولايات المتحده الامريكيه. هنايا هذا المثال تاكد لنا، ولا هذه النظريه كتاكد لنا على ان الكون، الاحداث ديال الكون مترابطه بواحد الدقه لا متناهيه. وهنا كيجي الفيلسوف الالماني فريدريك نيتشه اللي حط حتى واحد المفهوم اللي سماه بحب القدر. شنو كيقصد بحب القدر؟ ان الانسان اللي كتلقاه واعي والانسان الرواقي ما كيستسلمش للبوس او للقدر، اللي عطاه مثلا عطاه اوراق مثلا في لعبه الكارطه، عطاه اوراق ماشي قويه، يحاول يقلب على كيفاش يتغير. دابا غنخرجوا شويه من الفلسفه وغندخلوا للواقع، غننزلوا لارض الواقع وغنعطيك امثله حقيقيه اللي غتصدمك، ثق بيا غتصدمك، وتبين لك بلا ان الحياه اللي كتعيش دابا هي امثل حياه وافضل حياه اللي غتقدر تعيشها على هذه الارض. اول مثال هو مثال الالم مقابل، يعني الاحساس بالالم مقابل عدم الاحساس بالالم. كيفاش؟ في الطب الحديث اكتشف واحد المرض مؤخرا كيتسمى بمرض سيبا. شنو هو هذا مرض سيبا؟ المرض سيبا هو ان كاين واحد مرض نادر كيكون عند واحد الاشخاص اللي كتلقى ما عندهمش الاحساس بالالم. يعني هاد الاشخاص هادو ما كيحسوش بالالم بتاتا، الالم الجسدي ما كيحسوش به. دابا ها الناس اللي عوام والناس اللي عندهم التفكير ضحل غيقولوا واو هاد الناس سعداتهم ما كيحسوش بالالم الى اخره، ولكن خليني نصدمك، هذه اكبر تقولوا لك بها دماغك. علاش؟ لان هاد الاشخاص هادو اللي كتلقى عندهم هاد المرض للاسف كيموتوا في سن صغير، كيموتوا هما اطفال. علاش؟ لان هاد المرض بكل بساطه من الانسان كيفقد الاحساس بالالم، هاد الناس هادو كيقدر مثلا هاد الشخص ياكل لسانه هو ما حاسش، لان الاحساس بالالم مفقود. يقدر حتى يديه فوق بوطه وهي كتحرق وهو كيضحك وكيشوف. يقدر مثلا انه يكون كيجري مثلا او اللي يدير شي حادثه سير وما يحسش بالالم، فبالتالي يوقع عليه واحد النزيف داخلي مثلا ولا واحد الكسر في العظام وغيموت بصمت. علاش؟ لانه ما كيحسش بالالم. هنا الدرس اللي خصك تستنتجو ان الالم هو صفاره انذار وداروا لنا الله سبحانه وتعالى. علاش؟ باش اين فوا غتحس بالالم غتفكر ان شي حاجه ماشي هي ديك. علاش كضرك مثلا، علاش كضرك الدرسه بالليل؟ واش خبرك ان الدرسه بالليل اللي كضرك راه ماشي كضرك حيتاش يعني بغيتي تتالم او لا باش تحس بداك الالم، وانما هذاك انذار كيقول لك ان شي حاجه ماشي هي هذيك وخاصك ضروري تحيدها، لان الا قاس لك التسوس الاسنان الاخرى صافي غتفقد الاسنان ديالك كاملين وانت ما غاديش تقدر كاع تاكل وغتعذب حياتك كامله. شوف معايا الحكمه ديال الله سبحانه وتعالى في الالم. دابا غندوزو للمثال الثاني. في عام 1928 العالم الكسندر فليمينغ لاحظ ملي مشى، هو كان خلى المختبر ديالو يعني خاوي وخلى داكشي مرون وكذا ومشى سافر ورجع. ملي رجع شنو لقى ان واحد الوعاء اللي كانت فيه البكتيريا نبت فيه او تكاثر فيه ما يسمى بالعفن. هنا اي انسان عادي غيشد داكشي وغيرميه غيقول صافي العفن خليه يرميه، ولكن الكسندر فيلينغ لا ما دارش هذا الشيء لان عنده ليسبري ديال العالم. شنو لاحظ ان هذيك البكتيريا ماتتاش بسبب العفن اللي تكاثر، مات ديك البكتيريا. هذا العفن هذا وهذه الفكره هذه ولا هذه القصه هذه سببها تنتجينا البنسلين. يعني خصك تفهم من هذه القضيه ان العفن هو مناش كيتصنع اصلا الدواء ديالك. من اغلبيه الادويه اصلا مناش كيتصنعوا، الادويه اللي كتشربهم مثلا ادويه ديال القلب ديال جميع اغلبيه الامراض ماشي يتصنعوا من الحوايج المسمومه، من سم العقارب اللي كيسوى الملايين، من سم الافاعي حتى هو اللي كيسوى الفلوس، من نباتات اللي سامه، نباتات سامه كيجيو الصحاري، شي حوايج اللي سامه ما طيحش على بالكم مناش كيصنعوا الادويه. يعني تخيل انت هذه، يعني خصك الدرس المستفاد من هذا الشيء ان الحاجه انت اللي كتشوفها بواحد الطريقه سلبيه الى اخره هي الحاجه اللي قادره تغير حياتك. المثال الثالث في علم البيولوجيا التطوريه كشفنا ان الدي ان اي ديالنا هو الدي ان. شنو هو الدي ان اي؟ الدي ان هو الشفره الوراثيه ديالنا اللي كتحتوي جميع المعلومات ديالنا، المعلومات الوراثيه ديالنا كتحتويها الدي ان اي. تيقول لنا ان الانقسام ملي كيكون الدي ان اي تيدير الانقسام للخلايا ما تيتمش هذا الانقسام بواحد الطريقه اللي مثاليه 100%، ولكن كيكون واحد النسبه ديال الخطا ميتاسيون. شنو هي ميتاسيون؟ هي كيفاش نشرحها لك؟ يعني ما كيكون واحد النسبه ديال الخطا، يعني ما كيكونش واحد التكاثر مثالي او لا واحد الدوبلون مثالي. هذه النسبه ديال الخطا كتكون تقريبا هي 10 على بويسونس موان 9، 10 اس ناقص 9 اللي هي 0 ديال فاصله 9 الاصفار عاد زيد واحد. هنايا هذا الخطا هنايا اللي جاب مثلا شي مهندس برمجيات معلوماتي غيقول لك لا هذا الخطا خصنا نحيدوه، ما خصش الخطا خص يكون كلشي مثالي. ولكن ثق بي ان في علم البيولوجيا التطوري او في العالم اللي كنعيشوا كل ما كانش هذا الخطا اللي كيساوي 10 اس ناقص 9، يعني واحد العدد صغير بزاف،
كون دابا البيولوجيا او هذا العالم عمرو كان، هذا العالم عمرو غيكون. علاش؟ لان الا كان الانقسام غيكون مثالي غتكون الحياه عباره عن خليه احاديه الخليه يعني، وغنبقاو يعني الانسان عمرو اصلا غيظهر، عمرو غيكون الدماغ، عمرو غيكون العين، عمرو غيكون الانسان كهذا الانسان اللي كنشوفوه دابا حنايا عمرو غيكون، لان هذيك الميتاسيون ولا هذاك الخطا الجيني هو اللي تيتسبب لنا انه فاش يظهروا يعني هو اللي كيتسبب لنا انه كيتشكل العين، يتشكل الانسان ككل، يتشكل الحيوانات، تشكل هذه الارض. هذا تخيل معايا خطا جيني اللي كتبان القيمه ديالو 10 وس ناقص 9، تخيل راه صغير بزاف، قدر يدير لينا هذا الشيء كامل. العالم اللي كنشوفوهم يعني داير بينا دابا، هاد الامثله كاملين، هاد المدارس الفلسفيه كاملين اللي شرحناه وهذا الشيء كامل اللي شرحت لكم، غنجيو دابا غنطبقوا على واحد القصه حقيقيه اللي كتعرفوها كاملين. هي القصه ديالي انا شخصيا. انا واحد الشخص اللي تزاديت حساسي، عندي واحد الحساسيه فطريه. يعني شنو هي الحساسيه الفطريه؟ يعني انك كتتاثر بالعوامل الخارجيه اكثر من الناس الاخرين. هذه الحساسيه الفطريه خلات ما يركب عندي ما يسمى بالرهاب الاجتماعي، واللي درت عليه فيديو غنخلي لكم في الاخر ديال الفيديو الا بغيتي تتفرج له. الرهاب الاجتماعي شنو دار؟ خلاني انني نعزل وما نتخالطش مع الناس، ونعزل ونبقى وحيد ونبقى نفكر. هذا التفكير هذا دابا اللي كنخرج لكم دابا راه نتاج الوحده اللي كنعيش فيها، واللي هي ماشي يعني ما كنشوفهاش انا كجحيم، بالعكس باش كنعيم. يعني بسبب هذه الوحده كنخرج هذه الافكار هذه وكنبارطاجيها معكم. كون مثلا كنت انسان عادي وما تزاديتش بهذه الحساسيه وما كانش عندي الرهاب الاجتماعي، غنكون دابا عادي بحال الناس كاملين. يعني ما عنديش التفكير وغنتلوث بالسيكولوجي ديال الجماهير، وغنبقى نفكر بحال الجماهير كالقطيع. هذا الشيء خلاني كما قلت انا عاوتاني نطيح في واحد الاكتئاب حاد. هذا الاكتئاب حاد خلاني نعيش الويلات. من بعد الاكتئاب الحاد غنوصل لنقطه اللا عوده اللي غنفكر انني نخرج فيها من هذا المستنقع كامل. وباش غنفكر ننتقم هو بصناعه المحتوى، لان صناعه المحتوى اكبر انتقام. لانك علاش؟ لانك ملي كتكون دوز واحد المشكله وكتبارطاجيها مع الناس ماشي كيفهموا. يعني انا ملي كنجي نبارطاجي معك واحد النصيحه انا عشتها، راه افضل من انه يبارطاجيها مع واحد اخر غير قراها، لان كتكون واحد الطاقه. يعني راه المعلومات كاينين في اي بلاصه مشيتي كاين المعلومات، ولكن كاين واحد الطاقه بيناتنا كنوصلها لك لاني عشت التجربه وذقت المراره ديالها، فبالتالي انت كتحس بها يعني كتوصل للقلب ديالك، من القلب للقلب كما كنقولوا، واحد الاشارات اللي غير مرئيه. كما قلنا هذا الشيء خلاني نطيح نوصل لنقطه العوده. من بعد نقطه العوده كما قلنا فكرت ندخل اليوتيوب، وانت كتشوف معايا من الاول من الحساسيه حتى الرهاب الاجتماعي حتى الاكتئاب حتى اليوتيوب. تخيل معايا كون حيدنا وحده من هذه السلسله، حيدنا مثلا الحساسيه، ما غادي نكون انا عادي بحالي بحال الناس وما غاديش تشوفني في هذا اليوتيوب وما غاديش نبارطاجي معاك النصائح هذو. يعني شوف معايا هذا السيكل كامله وسبحان الله العظيم، يعني من الاول ديالها للاخر ديالها كتفهم ان حتى حاجه ما عبثيه في هذه الحياه. ونفس الشيء اللي خصك تفهمو في الحياه ديالك، ان اي حاجه وقعت لك في الحياه ديالك عندها حكمه، ولكن القصور ديال الفهم ديالنا ما كيخليناش نفهمو في البلاص بزاف. يعني بعد مده ولا تقدر ما تفهمهاش، وشوف انت سول راسك شحال مره مثلا كتضارب مع واحد الشخص ولا وكتقطع العلاقه ديالك بينك وبينه، ولا كيوقع لك شي مشكل كتنفصل في شي علاقه ولا شو، من بعد تسكت ان الله سبحانه وتعالى دار لك خير، وانك استفدتي بزاف ديال الحوايج من هذيك. كما كنقولوا اصلا الالماس يصنع تحت الضغط، يعني من الالم من رحم الالم، يعني يولد الرجال الاقوياء ويولد العظماء. ودابا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، استفدتوا من الافكار اللي فيه، تكون بدلات فيكم بزاف ديال الحوايج وتغير المنظور ديالكم من الالم، من الحياه التعاسه اللي كتعيشوا. لان ثق بيا ان افضل الحياه اللي نقدروا نعيشوها هي الحياه اللي كنعيشوها، امتع الحياه هي هذه، بالمشاكل ديالها بالصعوبات ديالها بكل شيء. لان تخيل معاكم ما كانش المشاكل في حياتكم كل شيء كان مثالي، كل مثلا ما كانش هذا يحقد عليك وما كانش هذا يحفر ليك وما طلقتيش مثلا ولا ما دخلتيش في هذه العلاقه، يعني ما غاديش تكون عندها معنى. الفيلسوف نيتشه عنده واحد الفكره اللي غندير على فيديو ان شاء الله، ان الالم هو اللي كيصنع الانسان، هو اللي كيعطيه المعنى. يعني شحال مره كتقول تيكون عندك شي مشكل وكتحلو، ملي كتحلو كتحس بملل، كتقول كان عندي شي مشكل اخر باش نحلو، وهكا كتمشي الحياه. المعنى ديالها كيكمل في اننا نبقاو نحل المشكل من المشكل حتى تسالي. يعني هذا ما كان الخوت. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان، اغير فيكم الفيديو بزاف ديال الامور، وتذكر معايا ان الالم ديال المحاوله كيكون اخف بزاف ديال المرات من الالم الندم. اي حاجه بغيتيها سير ديرها، ما تفكرش بزاف، ما تفكرش في الاراء ديال الناس، لانهم مجرد دومه من وراك. يعني الدومه كي دايرين بك حتى هما كتحكم بهم نفس الغرائز، نفس المخاوف، نفس كل شيء. وهذا ما كان اخوت في هذا الفيديو، ونشوفكم في الفيديو الجاي.